طب اعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ايه بس؟ اخنقه هيرفص ويعمل لنا دوشه، احط له سم في القهوه هتتهرش، اخده على كبوت العربيه وهو بيعدي الشارع بويه العربيه تتجرح، اغزه بسكينه في الاسانسير كاميرا المراقبه هتلقطني. طب ايه بس؟ ايه اعمل ايه؟ يا ساتر، مين ده اللي عايز تموته بأي طريقة ده؟ المدير بتاعي يا سمور، المدير بتاعي، يا اقتله يا انتحر. ليه بس؟ ده مديرك، يعني انتوا الاتنين شغالين مع بعض؟ راجل يا ساتر، مش ممكن حاجة كده، عامل زي دهن الكندوز، زي الشوربة لما تبرد صعب الواحد يتحملها كل يوم. طب ما تقعد معاه وافهم منه ايه اللي مضايقه منك، ايه اللي مخليه قافش عليك على طول. ولا اعرف يا سمور اخوي، اعمل لي فيها مدير بقى. ما هو مدير فعلا، ولا يعني بياع ذرة مشوي على نصية شغلك؟ بس ده كان موظف معانا واترقى، ومش معنى بقى كده انه بقى مدير يعني يفش غله ويغلس عليا كده. بيعمل ايه يعني؟ حضور، انصراف، خصومات زي المطر وشغل من نار، عايز يا سيدي يبان قصاد اللي فوق. ما انت موظف يا حبيبي، ولازم تمضي حضور وانصراف في مواعيدك المظبوطة. الله، امال انت شغال في بيتكو؟ مش كده يعني، بلاش يعني حبكها، مش في مواصلات وزحمة شوارع وإشارات أركب جناحات يعني؟ لا، انزل من بيتكو بدري ربع ساعة، توصل في ميعادك أو قبل ميعادك ب5 دقايق، هتريح دماغك من الخصومات. طب واعمل ايه في موضوع الشغل الكتير والزيطة دي يا عمنا؟ ما هو انت موظف علشان تشتغل، مش عشان تقبض والسلام، ولا ايه؟ معاك، بس يواش يواش بالراحة، مش كله ضرب، الرحمة مطلوبة. على قد شغلك بيكون مجهودك، على قد مرتبك، على قد ما تتعب، ولا ايه؟ معاك، بس ده ما يمنعش ان المدير ده لازم يموت. حاسس بنفسه قوي يا سمورة، الكرسي غيره. الكرسي بيغير ساعات، بس احنا بننسى حاجات مهمة يا زعبلة. ايه هي؟ نورني يا ابو سمرة. المسؤولية هي اللي بتغير اكتر. انك تكون مدير معناها ان عليك مسؤولية كبيرة وناس كتير عينيها عليك. يا سلام، يعني المسؤولية دي مش بتبان غير لما تبقى مدير وبس؟ لا طبعا، بس مسؤوليتك لما تكون موظف صغير غير لما تكون مدير. وانت موظف مسؤوليتك شغلك وبس، لما تكون مدير مسؤوليتك عن شغلك وشغل الناس اللي معاك كمان. شايف المسؤولية كبيرة ازاي؟ ماشي، كبيرة وكل حاجة، بس ده مش معناه انك تبقى زي التنين المجنح كده في المكتب. لا تنين ولا فرخة ولا، جرب تعمل اللي عليك وهتلاقي المدير بقى حد تاني، حد كده كيوت لطيف. كيوت؟ ده راجل ينفع معايا يبقى كيوت؟ كيوت من انهي ناحية بس؟ ده انا اعمل الشغل يديني غيره، اتأخر يديني جيزة. هو السوق كده، احنا لازم نفكر بقى عشان نكون شعب شغال، مش شعب مستني اخر الشهر. ما هو من غير اخر الشهر مش هنعيش يا سمر يا اخويا. من غير شغل مش هيبقى في شهر اساسا عشان نستنى اخره يا زعبل. طب والحل؟ مطلوب مني اسكت للبيه المدير يعني عمال على بطال؟ لا طبعا، المدير ليه شغل بتحدده متطلبات وظيفتك. ما ينفعش تبقى نجار واطلب منك تصلح مكوك فضاء. بيطلب مني كده ساعات. ليه، انت طلعت شغال في ناسا انت كمان؟ هرج بقى على مشكلتي بقى، هرج بقى واتريق عليا، هرج عليا يا ابو سمرة، ما انا بقيت مهزقة. لا 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 لا، خلاص. ازاي طيب؟ قولي. نبقى شغالين في امان الله، يطلب حاجات تانية ونركن اللي في ايدينا، وبعدين يفتكر ويطلب ان احنا كنا راكنين وكده. المدير بيحدد اولويات الشغل يا زعبلة، نفذ وبعدين اتظلم يا اخي. يعني مكتوب عليا افضل تحت رحمته كده؟ احنا تحت رحمة الشغل اللي لازم يتعمل بيك بغيرك،
بمديرك من غيره هيتعمل. النغمة دي مش بحبها على فكرة. لأننا مش بنحب نحس إننا في سوق، والسوق فيه عرض وطلب. احنا خدنا على المثل لو فتك الميري. ما هو احنا برضو لينا حقوق. انت ليك حق والمدير له حق والشغل ليه حق. نعمل اللي علينا الأول وبعدين ناخد حقوقنا. انت شكلك كنت مدير وانت صغير. لا مدير ولا موظف، بس الحدوتة ببساطة لما تجتهد هتاخد، لما تشتغل هتستمر. والمدير؟ يا دي المدير ده أسهل حاجة في الحدوتة. طول ما شغلك كويس محدش هيقدر يعمل لك حاجة. يعني انت شايف اني بلاش اخبطه بالعربية؟ لا طبعا. ولا اضرب المطوة الجديدة اللي اشتريتها دي، اجيب كرشه قدام واجيب الورق قدام؟ لا 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 طبعا. امال اعمل معاه ايه؟ اشتغل يا راجل، اعمل اللي عليك وهو يسكت. هيدور على حد غيرك نايم في الخط. اصحى يا زعبولة، اصحى واشتغل وبس. حاضر هشتغل. طب شوف حد والنبي يشتري المطوة دي مني لحسن دي غالية.